السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي كوكين ويد حنان، ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة اليوم ان شاء الله عبارة على حلوة بالتمر، التمرية من الحلويات الشرقية اللي كتجي لذيذة بزاف، كتجي زوينة في الشكل والمذاق واقتصادية. بغيت نشاركها معكم، كنتمنى تعجبكم. خليكم معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج في الحشوة. غادي نعطيكم المقادير مع طريقة التحضير. غادي نحتاجو 600 غرام ديال عجينة التمر. عادة هاد الحلوة كيحضروها بالتمر، بعجينة التمر اللي كتباع جاهزة، لأن القوام ديالها كيكون شاد وكتكون مجموعة. أنا خلطت ما بين عجينة التمر اللي حضرتها في الدار والعجينة الجاهزة لأنه كيزيد يلددها. خديت 300 غرام ديال التمر، عبرته بعد ما حيدت له العلفة وبخرته وهرسته، و300 غرام ديال التمر الجاهز. كنضيف ملعقة كبيرة من الزبدة، 3 المعالق كبار من السنجلان محمر، ملعقة كبيرة من نافع الشمر مطحون، ملعقة صغيرة عامرة من القرفة، ملعقة صغيرة من الهيل مطحون، 4 ملعقة صغيرة من القرنفل، ورشة من الجوزة جوزة الطيب. القرنفل وجوزة الطيب كيبقاو اختياريين، هما كيزيدوا ينسموا كيلددوا هاد الحشوة، يعني كيتواتاو مع هاد الحشوة ديال التمر. كنضيف 2 معالق كبار ديال ماء الزهر، وكنخلط المكونات جيدا حتى كتنسجم كل المكونات مع بعض. ومن بعد كنضيف 100 غرام ديال القرقاع اللي مهرمش غليظ، وكنخلط المكونات جيدا. القرقاع كيبقى اختياري، يعني ماشي ضروري القرقاع. كندهن يدي بالقليل من الزيت وكنجمع هاد الحشوة، وكنغطيها وكنحتفظ بها، وكنمر باش نحضر العجين. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الحلوة. غادي نعطيكم المقادير مع طريقة التحضير. غادي نحتاجو 200 غرام من الزبدة، تكون بدرجة حرارة المطبخ، ومن الأحسن تكون زبدة من نوعية جيدة. كنضيف 80 غرام ديال سكر كلاصي، السكر الناعم، أولا 5 المعالق كبار، وكنضيف ملعقة كبيرة من الفانيلا. كنخلطوا الزبدة مع السكر جيدا حتى يولي لنا واحد الخليط كريمي. يمكن لكم تستعملوا غير ايديكم او تستعملوا العجانه باش ما بغيتو. ومن بعد كنضيف اصفر بيضه، وكنخلط المكونات جيدا حتى كينسجموا مع بعض. من بعد كنضيف ملعقة كبيرة ديال النشا المايزينا، وملعقة صغيرة عامرة من المحلب. هذا هو الشكل ديالو قبل ما نطحنو، داير بحال الحبة ديال اللوز، غير هو الحجم ديالو صغير بزاف. كيستعملوه الشرقيين والاتراك في الحلويات ديالهم بزاف. كيعطي الحلويات وخصوصا حلويات التمر والمعمول بكل انواعه نكهه وريحه زوينه بزاف. ما عرفتش واش كاين في المغرب او لا ما كاينش. بغيت نشاركه معكم ونوريه لكم. الا ما كانش ماشي ضروري، هو غير من المنكهات. نكتفي فقط الا ما كانش غير بما الزهر والفانيلا. كنخلط المكونات، من بعد كنبدا نضيف الطحين شويه بشويه. كنضيف 4 ملعقة صغيرة من الملح، كنخلط. وفي هذه المرحلة كنضيف 3 المعالق كبار ديال ماء الزهر، وكنخلط وكنضيف باقي الطحين.
كنجمعوها فقط برؤوس الأصابع، ما كندلكوهاش تماما بحال العجين ديال الصابلي. انا كفاتني فيها 375 غرام ديال الطحين، والكميه كتبقى دائما على حسب نوعيه الطحين، تقدروا تحتاجوا اكثر او اقل. المهم بعد ما كنعجنوها وكنجمعوها كنحصلوا على واحد العجين اللي كيكون مرمل بحال العجين ديال الصابلي. كنقسمها على جوج القطع اللي كيكونوا بنفس الحجم، وكنديرهم كويرات وكنغطيهم وكنحتفظ بهم بالثلاجه، كنخليهم واحد نص ساعه عاد كنخدم بهم. من بعد كنسرح العجين ما بين جوج ديال البلاستيكات وكنرش القليل من الطحين. كنسرحها اما على شكل مستطيل او على شكل مربع. انا سرحتها على شكل مربع. كنخليكم مع الفيديو ان شاء الله راه الطريقه واضحه. بعد ما سرحت الكويره الاولى كيف كتشوفوا سرحتها، السمك ديالها كتكون رقيقه. من بعد كنسرح الكويره الثانيه بنفس الطريقه، وكنمر باش كنسرح العجينه ديال التمر حتى هي كنسرحوها ما بين زوج ديال البلاستيكات. كنسرحوها بنفس القياس ديال المربعات اللي عندنا، وغير هي السمك ديالها كنخلوه غليظ، كتجي غليظه في السمك ديالها. ولا بغيتو السمك ديال هاد التمر يجي اكبر من السمك اللي درت انا، ما عليكم الا تزيدوا في الكميه ديال التمر. بعد ما كنسرح التمر غادي نمر باش غادي نلاقي هاد الطبقات. كناخد اول طبقه ديال العجين، كندهن من فوقها ببياض البيض اللي ضفت له قطرات من ماء الزهر، ثم كنضيف من فوقها طبقه ديال التمر. كنحاول نضيفها غير بشويه وكنقعد حتى كتجي فوق الطبقه الاولى. ومن بعد كندهن فوق التمر حتى هو بأبيض البيض، وكنضيف الطبقة الثانية ديال العجين. كنقادوها مزيان من فوق العجين ديال التمر، كنحاولوا نقادو جميع الجوانب. ومن بعد كندهنها بأبيض البيض من الفوق، وكنضيف اللوز إيفيلي، رقائق اللوز. كنسرحهم مزيان على الوجه كامل ديال هاد الحلوى، او لا يمكن لينا نزينوها من الفوق بالزنجلان حتى هو كيجي زوين. كنتبت هاد اللوز من الفوق بالمدلك بهاد الطريقه، ماشي كنسرح، غير كنحاول نضغط عليه يشد من الفوق. ومن بعد كندخلها للثلاجه او للمجمد حتى كتشد لينا مزيان هاد الحلوى باش كتجينا ساهله في التقطاع. بعد ما بردات كنقطعها. انا كنحاول نعبر بالمسطره. غادي نقطعها مربعات، او لا بغيتو تقطعوها مستطيلات على حسب اللي بغيتو. انا قطعتها مربعات 4 سنتيمتر على 4 سنتيمتر.
كيف كتشوفوا حيدت هادوك الجوانب اللي كيبانوا ليا ما مقادينش باش كتجيني مرتبه ومقاده. بعد ما قطعتها كنرتبها في طاوه ديال الفرن، وكندخلها الفرن اللي كيكون مسخن من قبل على درجة حرارة 175 درجة. كنخليها حتى كتحمر من الفوق ومن التحت وكتاخد واحد اللون ذهبي. وهذه بعد ما خرجتها من الفران كيف كتشوفوا كيجي شكلها زوين بزاف. كتجي زوينه في الشكل وحتى في المذاق كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تعجبكم وتجربوها.